عليكم. عاملين ايه؟ هنعمل مع بعض النهارده كيك الشوكولاته. كيك الشوكولاته الاطفال بتعشقه. هنعمله ان شاء الله بمكونات بسيطه ومتوفره عندنا. ب2 حبه بيض هيطلع معايا ان شاء الله كميه مناسبه وهشاشه وقوام مفيش احسن منه. في الخلاط هحط حبتين من البيض، لو مش عندك خلاط بالمضرب السلك. حطيت حبتين من البيض عليهم 10 نقط من الفانيليا، بما يعادل معلقة كبيرة من الفانيليا. الفانيليا اللي عندي فانيليا سائلة، لو عندك فانيليا بودر يبقى كل بيضة قصادها كيس فانيليا. بعد كده نزلت بكوباية ونص من السكر، عليهم كوباية ونص من اللبن، واللبن بتاعي يكون ساخن. ما تقلقيش، اللبن مش هيسوي البيض لان انا هستخدمهم بسرعة. بعد كده نزلت بربع كوباية من الزيت، وهبدأ بقى ان انا اضرب المكونات كويس جدا لحد ما احس ان السكر بتاعي ذاب تماما في الخليط. نزلت بالخليط بتاعي، هحط عليهم كوبايتين من الدقيق وهنخل الدقيق كويس. والدقيق طبعا بيختلف من نوع للتاني على حسب القوام بتاعي. انا هنا استخدمت كوبايتين، عليهم كوباية من الكاكاو. الكاكاو بتاعي كاكاو خام، علشان كده انا حطيت كوباية ونص من السكر. الكاكاو الخام بيكون فيه نسبة مرارة عالية شوية. كوباية ونص من السكر هتظبط ليا ان شاء الله معيار الكيكة بتاعتي. حطيت عليهم كيس بيكنج باودر، عليهم ذرة ملح، ومعلقة صغيرة من الخل. ولتعزيز النكهة وعشان يديني طعم مميز هحط معلقة صغيرة من النسكافيه او القهوة سريعة الذوبان. لو مش متوفرة عندك مفيش اي مشكلة خالص، وممكن ان احنا نستغنى عنها. هبدأ ان انا اخلط المكونات كويس. والقوام بتاعي بيكون بالمنظر ده، لا خفيف قوي ولا تقيل قوي. القوام ده هيطلع لي كيكه ان شاء الله هشه، وهتكون مستويه من جوه. هبدأ ان انا اصب الخليط بتاعي في صينيه ألمونيوم مدهونه من الزيت. وبصراحه انا بحب اعمل الكيكه بتاعتي في صينيه في الألمونيوم عامه. صبيت الخليط بتاعي، احطه. اولا كنت مشغله الفرن على درجه حراره 180 مسبقا قبل ما اشتغل في الكيكه. حطيت الخليط بتاعي في الصينيه، وبدأت ان انا بالسباتيولا اروح بيها يمين وشمال كده بحيث ان اي فقاقيع موجودة في الخليط بتاعي تختفي. بعد كده حطيتها في الفرن، خدت مني ساعة الا ربع، وبقت بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. كيك الشوكولاتة طبعا لازم نزينه بصوص الشوكولاتة. بصراحة انا بستغنى عن الحتة ديت لان انا معايا اطفال بتاكل، علشان الاسنان ما تسوس. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تشتركوا في القناة. مع السلامة.